واحدة واحدة كده، ركزوا. أول 10 دقايق من الحصة ببقى شرح الأول على الدرس، بعد كده ببدأ دايركتلي على طول ندخل على المسائل اللي جت في الامتحانات. فخليني أوضح لحضراتكم شيء. لو أنا عندي فانكشن x equals ax باور 2 بلس البي اكس بلس السي، إيه الشكل ده؟ ده اسمه إيه؟ اسمه إيه ده يا مستر أمير؟ ده فضلة خيرك كده اسمه كوادراتيك فانكشن. كوادراتيك فانكشن. ركز بقى معايا عشان اللي بقوله ده مهم جدا جدا جدا. كوادراتيك فانكشن. لو انا دخلت مع اولادنا وقلت لكم يا جماعه الكوادراتيك فانكشن دي ليها كام رسمه، هتقول يا مستر ليها رسومات كتيره. ليها رسومات كتيره. هو بالبلدي كده من الاخر كده هو ممكن يكون ليها 6 رسومات بس. ليها 6 رسومات فقط. تعالى اوريه لكم بسرعه واوريك الفرق ما بين كل واحد والتاني. بصوا يا شباب، يعني اوفر ان اول كده هفهمك، يا اما تقطع مرتين، يا اما تاتش مره واحده، يا اما ما تقطعش خالص، يا اما تكون باصه لتحت وتقطع مرتين، يا اما تبقى مجرد تاتش خلاص، يا اما ما تقطعش خالص. وبالتالي الكوادراتيك فانكشن يا شباب امتى بتكون باصه لفوق؟ لما يكون الاي اكبر من زيرو. لما يكون الاي اكبر من زيرو. لما يكون الاي اكبر من زيرو. امتى تكون باصه لتحت؟ لما الاي تكون اصغر من زيرو. لما الاي اصغر من زيرو. لما الاي اصغر من زيرو. ماشي. امتى يا مستر امير تقطع مرتين في الرول دوت؟ لما يكون في عندنا اختراع كده يا جماعه اسمه ديسكريمننت. الديسكريمننت ده عباره عن ايه؟ عباره عن بي باور 2 ماينس ال 4 اي سي. لما يكون الديسكريمننت هنا اكبر من الزيرو. لما يكون هنا الديسكريمننت ايكوفالنت تو زيرو. لما يكون هنا الديسكريمننت اقل من الزيرو. لما يكون الديسكريمننت اكبر من الزيرو. لما يكون الديسكريمننت ايكوال زيرو. هنا لما يكون الديسكريمننت اقل من الزيرو. يبقى انا عايزك تفهموا ايه يا شباب؟ ايه الفرق ما بين كل واحده والتانيه؟ هنا الاي اكبر من زيرو عشان باصه لفوق ابورد، وهنا الاي اصغر من زيرو عشان باصه لفين؟ باصه لتحت. طيب امتى تكون الديسكريمننت بيكونوا اكبر من الزيرو؟ يبقى قطع مرتين. طيب ايكوال زيرو يبقى قطع مره واحده. طب اصغر من زيرو يبقى مش قطع خالص. طيب اللي انا كاتبه بالقدامك دوت ده مهم جدا 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 جدا. تعالوا واحده واحده نركز مع بعض في كل الكلام المشروح قدامك. مبدئيا كده قبل ما ندخل على المسائل لازم اشرح واحده واحده وستيب باي ستيب. خلاص. فعايز حضراتكم تركزوا. بص يا عمر، الاي ده يقصد بيها الرقم اللي جنب الاكس باور 2. خلاص. والبي ده الرقم اللي جنب الاكس. والسي ده اسمه الفري تيرم. خلاص كده. لاحظ حاجه يا دكتور هنا. يلا يا هنا. لاحظي هنا لما يكون اكبر من زيرو يبقى قطع مرتين. طب لو ايكوال زيرو يبقى قطع مره واحده. طب لو اصغر من زيرو يبقى نيفر انترسكت. هنا بصي قطع كم مره؟ مرتين. وهنا just one time. وهنا مش مرة. قطع خالص. يبقى تمام. الديسكريمننت زي ما بيقولوا كده يا دكتور هو اللي بيحدد هو كات الاكس اكسس فين. ماشي يا دكتوره؟ ماشي. يلا بينا اكتبي الكلمتين الحلوين دول بسرعه وابعتهم لي على الواتساب. حبيبه فاهمه الكلام ده ولا لا؟ تمام فاهمة يا مستر. طيب يلا اكتبوا لي وابعتوا لي يلا. تعالى بقى بعيدا عن الكلام دوت، تعالى نعمل ايه؟ تعالى نمسك واحده واحده كده ونشوف يا ترى هنفهم الكلام ده ولا لا. بص يا شباب ركز معايا قوي قوي قوي. لو انا عندي فانكشن x equals 2x باور 2 minus الاكس بلس ال 5. ماشي. عايز اعرف ال 2 دي اكبر منين؟ اكبر من زيرو. بصل لفين؟ بصل لفوق. طب عايز اطلع الديسكريمنت. الديسكريمنت بيكون عباره عن b باور 2 minus ال 4 ac. الاي بكام؟ ب 2. البي بكام؟ نيجاتيف 1. السي بكام؟ ب 5. يبقى نيجاتيف 1 باور 2 ماينس ال 4 وال 2 والسي 5. يطلع الانسر 1 ماينس 40. يطلع الانسر كام؟ نيجاتيف 39 اقل من زيرو. يبقى نيفر انترسكت اكس اكسس. صعبه؟ ها؟ طب ايه رايكم اديكم مساله اتفرج عليكم هتعرفوا تحلوها ولا لا؟ اديكم مساله اتفرج عليكم هتعرفوا تحلوها ولا لا؟ هكتبها لكم هنا واتفرج عليكم. فانكشن x equals هعمل 3x باور 2 ماينس الاكس ماينس ال 6. لا مش ماينس 6 ماينس 2. يلا قولوا لي كده يا شباب الانسر بتاع الدوت. اكتبها لي وابعتها لي بسرعه حالا. صح بتقول لي بص يا مالك، انا هنا ال 3 ده اكبر من زيرو يعني بصه لفوق صح كده؟ طيب عملت انترسكت ولا لا؟ هو الاي بكام؟ ب 3. البي بكام؟ نيجاتيف 1. السي بكام؟ بنيجاتيف 2. الديسكريمننت بي باور 2 ماينس ال 4 اي سي. يبقى نيجاتيف 1 باور 2 ماينس ال 4 تايمز 3 تايمز النيجاتيف 2. يبقى 1. وهنا 4 تايمز 3 ب 12 تايمز 2 ب 24. يطلع الانسر ايكوفلنت تو 25 جريتر ذان ايه؟ جريتر ذان 0. وانس ان هو جريتر ذان 0 يبقى ايه؟ يبقى كات
x axis how many times 2 times. يبقى انا محتاج الديسكريبشن ده cut الاكس axis 2 times. هنا كان never عشان اقل من كام؟ اقل من الزيرو. هنا 25 greater than 0. حلو قوي. في ناس حلت كويس جدا. يمكن حبيبه انت قربتي شويه، ولكن يمكن اختيارك للاي والبي والسي هو اللي ما كانش افضل حاجه، بس اعتقد كده بقى سهل بالنسبه لك. حلوا بايديكم يا اولاد الاكزامبل دوت. يلا اكتبوا ورايا function x equals 3x power 2 minus 5x minus 8. يلا شوفوا لي الانسر يطلع كام. ياسين انت عملتها اكبر من 25، بس قول لي they are intersect at two points. الوحيد اللي بيحل بشكل سريع جدا. الله يفتح عليك. يلا يا دكتور بص لفوق وبص لتحت يا عم عبد الرحمن. حاول بقدر الامكان تبعت لي ستيبس بعد اذن سيادتك. الله ينور عليك يا هنا. عملتي اللي فاتت دي كويس قوي. مش فاهم اكتر، ممكن تفهمني يعني ايه تبدل؟ مش فاهم. طيب بص يا ولاد، خلينا نمشي ستيب باي ستيب واحده واحده. جانا هيثم معانا؟ جانا هيثم أيوة دلوقتي يا مستر. موجوده؟ طب ما بعتيش ليه اللي احنا كتبناه؟ ما بتحليش معايا ليه يا جانا؟ صباح أنا العسل. لسه حاضر أحلها. هصطادك من الاول. ماشي. ده انت بنت شقيه شقيه، ربنا رزقني ببنت شقيه. يلا ملك طلال، انا وانت مع بعض. يلا ملك. هنا الاي اكبر من الزيرو يبقى بصل فوق، صح كده؟ هي الاي بكام؟ ب 3. طب البي بكام؟ 5 نيجاتيف 5. فضلت خيرك. السي بكام؟ negative 8 طب لو انا عايز اجيب الديسكريمنت b power 2 minus 4 plus ac يبقى نيجاتيف 5 باور 2 ماينس ال 4. 3 الاي ب 3 والسي بنيجاتيف 8، صح كده؟ يبقى 25 بلس عشان نيجاتيف في نيجاتيف 12 تايمز ال 8 يبقى كام؟ 96. يطلع الانسر 121، صح؟ اكبر من زيرو يبقى كات ايه؟ cut x axis 2 times كات اكس اكسس 2 تايمز. صعبه؟ طب لو طلع ايكوال زيرو يبقى ايه؟ كات يبقى عمل تاتش بقى معاه 1 تايم، صح؟ ماشي. عمر مصطفى فهمتها يا عمر ولا لا؟ ها؟ تمام. طيب تمام، وبعد حضرتك على الجروب. شفت يا باشا. اوكي، ايه رايكم يا ولاد؟ شغل النهارده هو ديبند على ايه بقى؟ ركز معايا. شغل النهارده هو ديبند على، افرض جالي، اكتب ورايا، كوادراتيك فانكشن مع كونستنت فانكشن. ايه ده يا مستر؟ يعني ايه كوادراتيك مع كونستنت؟ بص يا ولاد، اي كوادراتيك مع كونستنت فانكشن هيكون شكلها عامل ازاي؟ ممكن يبقى احد الاشكال اللي انا هرسمها دلوقتي. لو انا رسمت لك اي كوادراتيك فانكشن بالمنظر ده اهو، اي كوادراتيك فانكشن، ماشي، ورسمت لك لاين بالشكل ده، هنا ما قطعش معاه، هنا عمل تاتش معاه، هنا قطع كام مره؟ مرتين. دايما كده how many points؟ هنا just one وهنا two. يبقى هنا how many solutions؟ يتقال هنا no solution. طب ويتقال هنا one solution. طيب وهيبقى قطع ساعتها من عند الفيرتكس. طب هنا يتقال عليه two solutions. طب واحد يقول لي يا مستر معلش الكوادراتيك احنا عارفينها بس الكونستنت فانكشن مش عارفينها. يعني يجي لك سؤال مثلا كوادراتيك فانكشن اكس ايكوال اي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس السي، ويجي لك هنا مثلا كي اوف اكس ايكوالز كونستنت which is مثلا ال مثلا. فيجي لك سؤال يقول لك والله حل الاثنين دول مع بعض، يعني ساوي فانكشن اكس ساويها بالكي اوف اكس. يعني من الاخر حط اي اكس باور 2 بلس البي اكس بلس السي وساويها بالال. هو ده اللي هيجي لك في الامتحان. طب مستر امير معلش انت بتحب الرموز واحنا ما بنحبش الرموز، ممكن بعد اذنك تدينا مساله نفهم حضرتك عايز ايه؟ تعالى اوريك. امسك بس ورقه وقلم، لان الخوف انك لو ما كتبتش بالترتيب بتاعي كده مش هتفهم. فامسك ورقه وقلم حبيبه. يلا بينا ورقه وقلم انا وانت مع بعض. تمام يا مستر. يلا اكتبي بسرعه وابعتي. تمام. تعالى اديكم بقى مثال كده انا هعمله عشان تعرف تفرق ما بين كل اللي انا بقوله لك. لو انا عندي فانكشن اكس ايكوالز وعملت لك كده 2 اكس باور 2 ماينس الاكس ماينس ال 5، وعملت لك كي اوف اكس او جي اوف اكس ايكوالز 7، قال لي they are intersect. عايزين نعرف intersect ولا لا. هساوي ده ب 7 وادخل ده جوه ويبقى عندي 2 اكس باور 2 ماينس الاكس ماينس ال 5 ماينس ال 7 equivalent to 0. السؤال ده ممكن يجي لك without using calculator، عشان كده انا بضطر ان انا اعمله بايديا. لو انا عايز اطلع الديسكريمنت اللي هو عباره عن بي باور 2 ماينس 4، الاي ب 2 والسي بنيجاتيف 12. نقول تاني الاي هنا ب 2، البي هنا بنيجاتيف 1، السي بنيجاتيف 12. اصبح زي ما حضرتك شايف كده ده 1 ونيجاتيف في نيجاتيف يبقى بوزيتيف. 4 تايمز ال 2 يدينا 8 تايمز 12، ما هو نيجاتيف في نيجاتيف هيدينا بوزيتيف. فهيطلع كام؟ هيطلع 96.
يطلع الانسر 97 97 greater than 0 يبقى cut how many times cut 2 times. طب عايز اعرف هو بيقطع فين، عايز اعرف هو بيقطع فين، فبتكتب الرول دوت x equals negative b positive negative rooted discriminant over 2a. يبقى اصبح الاكس equals negative b يعني negative negative 1 positive negative root discriminant which is 97 over 2 times ال 2. يبقى اصبح الانسر هيبقى 1 positive negative root 97 over 4. يبقى بالتالي يا اولاد لو احنا ركزنا في السؤال دوت هيبقى انا عارف كده ساعتها ان الراجل ده هيبقى ال 2 points بتاعتنا واحده هتبقى عباره عن 1 بلس روت 97 over 4 ومعاها 7 and هيبقى 1 minus روت 97 over 4 ومعايا برضو ال 7. شكرا، هو ده الانسر. يبقى الانسر زي ما حضرتك شايف بالمنظر دوت. يبقى انت خدت ايه مع ايه يا اولاد عشان بس الناس هتصطدم بالمصطلحات. ده اسمه quadratic function، ده اسمه constant function. قطعت كم مره؟ قطعت مرتين يا مستر امير cut 2 times. قطعت فين؟ هستخدم الرول دوت. الرول ده وانس ان استخدمته عرفت ان الواي 7 اهي اهي والاكس بس هي اللي هتكون ايه يا شباب؟ هتكون موجوده واحده بالبوزيتيف وواحده بالنيجاتيف. الله كم انت خطير يا مستر امير. مين مش فاهم؟ مين مش فاهم؟ ماشي يا مستر، ممكن تعيد اللي هو الجزء الأخير ده تاني اللي هو اللي فيه الروت ده وكده؟ رول امم لازم تبقي عارفه ان نيجاتيف بي يبقى نيجاتيف نيجاتيف 1 بوزيتيف نيجاتيف ديسكريمنت لسه مطلعها حضرتك ب 97 مره بالبلس ومره بالماينس. بكتبها مره بلس ومره ماينس. اكتبوه واديكم مساله تحلوها بايديكم دلوقتي. يلا بينا. طيب بصوا بقى في الحته اللي جايه دي انا عايز اخد بقى مين معلش بقى. خليني اخد حبيبه. يلا حبيبه. حبيبه من الناس المميزه جدا فخليني اشوف. بص يا حبيبه لو انا عندي عايز اخد كوادراتيك فانكشن ماشي مع لينير فانكشن. عارفه شكل الكوادراتيك فانكشن طبعا يا مستر؟ فانكشن اكس ايكوالز اللي هي اي اكس باور 2 بلس البي اكس بلس السي. طب عارفه شكل اللينير فانكشن طبعا يا مستر اللي هي عباره عن مثلا كي اكس بلس ال مثلا. ماشي في اللقطه اللي زي كده او نخليها ال وام ام ال مثلا ام اكس بلس ال. هو عايز يعمل ايه لما يشوف الانترسكشن بينهم وبين بعض؟ هو عايز يساوي الفانكشن اكس، عايز يساويها بايه؟ بالكي اوف اكس. فهو من الاخر بقى هو هيحاول يوصل ان يعمل لك اي اكس باور 2 بلس البي اكس بلس السي equivalent to mx بلس ال معايا؟ وبالتالي انا هنا عندي كام حل يا دكتور؟ دايما لما باخد حاجه مع حاجه وانا بكلمك على كوادراتيك فانكشنز فلوجيكلي ان انا هيكون عندي برضو 3 حلول فقط. يا اما بيقطع مره واحده يا اما بيقطع مرتين يا اما ما بيقطعش خالص. فانا لو انا عندي كوادراتيك فانكشن يا دكتور حبيبه حاجه زي كده مثلا اهو هرسم لك كل شويه كوادراتيك فانكشن وهرسم لك اللاين بتاعي. اللاين ده ممكن يقطع في 2 تايمز زي ما انت شايفه، ممكن يقطع جاست 1 تايم وممكن ما يقطعش خالص. يعني ممكن يبقى عندي كام حل؟ ايوه هنا يبقى 2 سوليوشنز وهنا ممكن يبقى 1 سوليوشن. one solution وهنا no solution. برافو مفيش اختلاف. وهنا 1 سوليوشن. فاهماني يا دكتور؟ مم. الاصل في الموضوع اللي انت في الاخر هتساوي دول في بعض وتحاولي في الاخر لو تطلعي الاكس بقى لو هو طلع 1 سوليوشنز او هنا نو سوليوشنز لو طلع لي 1 سوليوشن او 2 سوليوشنز فبتكملي بالرول دوت اللي هو عباره عن نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت الديسكريمنت اوفر 2 a. فاهماني؟ ده لو انت عايزه تطلعي القاطعين فين بالظبط. طب لو هم اصلا طلعوا ديسكريمنت اقل من الزيرو يعني نيجاتيف يبقى مش هتوصلي لاكس ايكوال كذا عشان هيبقى نيفر انترسكت. طيب في حد كان بيسالني ورافع ايده. مين؟ انا يا مستر بس قول يا عمر. خلاص عشان كنت عايز اسال ايه اخر حرف في اللينير فانكشن بس خلاص عرفت اللي هو ال. انا بكتب اي حرف وخلاص بس هو الفكره كلها بعد كده هحطهم مع بعض عشان تقدر تحلهم بعد كده يا عمر. اكتبوا مستر الكلام ده يا جماعه الكوادراتيك عشان انا دايما بعمل ايه لو تلاحظ انا بكتب سامبلز الاول وبعد كده ببدا اقول لك بقى يلا بينا مسائل. دكتور نهله الله ينور عليكي يا نهله. برافو عليكي اخيرا كتبتي وبعتي يا فرج الله. يلا بينا. بصي يا نهله كتبتي الكلام دوت صح؟ خش معايا يا نهله في القصه الحزينه اللي انا هشرحها دلوقتي. لو انا عندي فانكشن اكس ايكوالز وعملت لك 2 اكس باور 2 ماينس الاكس بلس ال 5 وعملت لك ان جي اوف اكس مثلا ايكوالز وقلت لك 2 اكس بلس ال 4 هنعمل ايه مع بعض دول؟ هعمل ايه؟ اول حاجه افكر فيها اعمل ايه يا نهله؟ هقول 2 اكس باور 2 ماينس الاكس بلس ال 5 ايكوفالنت تو كام؟ 2 اكس بلس 4. دخلي ده جوه هنا ودخلي ده جوه فيبقى عندك 2 اكس باور 2 ماينس الاكس بلس ال 5 ماينس كام؟ ماينس 2 اكس ماينس 4 ايكوال 0.
يبقى زيرو. 2x باور 2 اخد مين مع مين؟ هاخد الإكس مع 2x مع الإكس ماينس هيبقى الإكس هيبقى نيجاتيف ماينس 3x 3x. صح؟ وبعد كده اخد اه مين مع مين؟ هناخد ال5 مع ال4 يطلع هيطلع 1 equal طيب 0 يلا بينا نشوف الديسكريمنت اللي هو تمام عباره عن b باور 2 ماينس ال 4 ac ماينس ال4 easy. يبقى نيجاتيف 3 باور 2 نيجاتيف ماينس ال 3 4 ال a ب 2 والc ب 1 1 يبقى 9 ماينس ال 8 يعني ايكوفالنت تو كام؟ equal 1 اكبر من أكبر من الزيرو. يبقى كات كام مره؟ كانت كم مرة 2. 2 تايمز يا دكتور قطع مرتين مفيش حاجه اسمها قطع 3 مرات. تمام طيب يبقى الاكس ايكوالز نيجاتيف بي بوزيتيف نيجاتيف روت الديسكريمنت اوفر 2 اي يبقى الاكس ايكوالز النيجاتيف بي بكام؟ البي اصلا بكام؟ نيجاتيف بي 3 أصلا يبقى نيجاتيف 3 بوزيتيف نيجاتيف روت ال 1 اوفر 2 اي اللي هي 2 تايمز 2 يبقى ساعتها هيبقى 3 بوزيتيف نيجاتيف 1 اوفر 4 تمام يبقى هنا 3 بلس 1 4 اوفر 4 يدينا 1 تمام صح كده؟ وهنا صح. نفس الكلام and هنا 3 minus 1 يبقى 2 2 اوفر 4 تبقى هاف. طب هسأل سؤال تفتكري الواي بكام هنا والواي بكام هنا؟ اعمل بيهم ريبليسمنت هنا 2 تايمز ال 1 بلس ال 4 يعني يدينا 6 يبقى هنا 6 وهنا اعمل بيهم ريبليسمنت اهو ركزي معايا هعمل بيها تمام ريبليسمنت بالهاف هنا يعني 2 تايمز الهاف بلس ال 4 تمام يطلع 5 يبقى كده قدرت اطلع كام بوينتس يا دكتور؟ 2 بوينت. برافو عليك فهمتي؟ مستر بعد اذنك. يبقى لازم تبقي عارفه الديسكريمنت تجيب ازاي بعد ما جبتي الديسكريمنت فلوجيكلي ان انت هتشتغلي على الفورمولا او جنرال فورمولا دي واطلع من خلالها الاكس يمين وشمال وبعد كده اطلع منها الواي. في حد تمام بيسال اتفضل ايوه انا قول ايوه لي يا دكتور عمر. مستر بعد اذنك، هو ازاي حاج جبت البي ب 3 ومش مكتوب ولا بص يا حاجه عملت؟ دكتور مش احنا بناخد البي ده الرقم اللي جنب الاكس ايوه فالرقم اللي جنب الاكس نيجاتيف 3 فلما يقول لي انا عايز نيجاتيف بي في الرول يبقى نيجاتيف في نيجاتيف يديك بوزيتيف. طب هنا ده اسمه الاي ده الرقم اللي جنب الاكس بار 2 وهنا ده اسمه السي بوند فعشان كده بعمل بيه ريبليسمنت. فهمتني؟ تمام فهمت. يلا اكتب ماشي. فاضل لي يا اولاد بالظبط سلايد واحده ونبدا ندخل على يا ترى المسائل بتاعت الاي اس تي بتيجي ازاي. يلا بينا بسرعه. بص يا شباب ركز معايا قوي في الحته دي. افرض بقى يا مستر امير جالي فانكشن اكس ايكوال اي اكس بار 2 بلس البي اكس بلس السي وجالك كي اوف اكس ايكوالز اي اكس بار 2 بلس البي اكس بلس السي. ايه ده يا مستر ده A1 B1 C1 A2 B2 C2. ايه ده؟ هو انا ممكن يجي لي كوادراتيك مع كوادراتيك؟ امال انا بهزر؟ اكيد لازم ممكن يجي لك حاجه زي كده. طب ساعتها لا انت هتساوي الاف اوف اكس هتساويها بمين؟ بالكي اوف اكس. ساعتها هيبقى عندك A1x بار 2 بلس البي اكس B1x بلس السي 1 equal A2x باور 2 بلس البي 2x باور x بس بلس السي 2 وتجمعهم على بعض تبقى A1 ماينس ال A2 في الاكس باور 2 بلس البي 1 ماينس البي 2 في الاكس بلس السي 1 ماينس السي 2 وفي الاخر ايكوفالنت تو 0. خلاص. طيب مستر امير طب احنا على الكلام دوت هل ده معناه ان انا هيبقى عندي how many solutions؟ اوه لا لا اوه لا لا how many solutions؟ مستر علمنا هم 3 حاجات. يا اما الكوادراتيك تبقى عامله كده اهم هرسم لك اي كوادراتيك يا اما تقطع مرتين يا اما just one time ثانيه يا اما never intersect. ماشي. يبقى برضو still انا هنا عندي 1 2 هنا عندي 1 هنا ما عنديش وبالتالي في حاجه زي كده ركز فيها قوي. انا هنا عندي just 2 solutions خلاص. هنا one solution هنا never intersect بس خلاص. يلا بينا. مين مش فاهم؟ خلي بالكم انا كلامي واضح مين مش فاهم؟ استاذن حضرتك بس يا مستر تعيدها تاني معلش. تاني. بص يا دكتور انا هنا الكوادراتيك فانكشن مع مين؟ مع كوادراتيك فانكشن تانية. في جميع الاحوال انا بدخل ده جوه وهدخل ده جوه وهدخل ده جوه عشان في الاخر تبقى ايكوال 0. اصبح هنا مع ده مع ده كل ده مع بعض هيحصل ايه؟ في الاخر انا بطلع منه الديسكريمنت. وانس انا طلعت الديسكريمنت بعرف هو قطع مرتين ولا وان تايم ولا نيفر انترسكت نو سوليوشنز. فهمتني؟ تمام. بص بقى يبقى انت كده اللي احنا خدناه النهارده ايه؟ خدنا كوادراتيك مع كونستنت، خدت كوادراتيك مع لينير، خدت كوادراتيك مع كوادراتيك. بقيه الحصه كلها من A to Z كلها بتتكلم على الجزئيات دي. كل الحصه من اولها لاخرها بتتكلم على دوت.
كل المسائل اللي قدامك دي بتتكلم على دوت. مفيش غير مساله كانت في واحد كان بيعملها اختراعات بس، اللي هو ايه، ممكن واحد يدخل لك ايه، يدخل لك كوادراتيك مع ابسوليوت. والله يدخلها مع اي حاجه، في الاخر هيبقى عندي two solutions one solution never intersect. تاني، يبقى ما عنديش اي اوبشنز تانية يا شباب، في الاخر انا بدخل كله عشان اخلي في الاخر يبقى ايكوال زيرو ويخلص الموضوع على كده. يلا بينا نبدا نشوف المسائل بتيجي ازاي.